مرحبا بكم أعزائي المستمعين، نشرة موجزة لأهم الأخبار نبدأها بأبرز العناوين. البشمركة تسيطر على قضاء شنغال ووحدات حماية الشعب تسيطر على الهول. البشمركة الاثنان اللذان فقدا حياتهما في شنغال يواران الثرى اليوم في قامشلو. عشرات الضحايا في انفجارات بوسط باريس. مرحبا بكم، إليكم التفاصيل. أعلن رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني أمس الجمعة استعادة مركز قضاء شنغال ومحيطها بالكامل. وجاء إعلان البرزاني في مؤتمر صحفي عقده على قمة جبل سنجار المطل على مركز القضاء. وأكد البرزاني في المؤتمر أن العملية تمت عبر مشاركة البشمركة فقط مع دعم جوي من قوات التحالف. كما نوه البرزاني إلى أن العلم الكردي فقط هو الذي سيرفع في القضاء، ولن يسمح برفع أي علم آخر ولأي جهة كانت. من جهة أخرى، أصدر حزب الاتحاد الديمقراطي بيانا يؤكد فيه أن وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة ووحدات حماية شنغال وبتنسيق مع قوات الدفاع الشعبي هي من سيطرت على منطقة شنغال. وأضاف البيان أن تأخر السيطرة على شنغال كان بسبب من عرقلة الحزب الديمقراطي الكردستاني لذلك. وبموازاة هذا الحدث، فقد أكد الناطق العام باسم قوات سوريا الديمقراطية العقيد طلال سلو بأن قواتهم سيطرت على منطقة الهول بشكل كامل، وبأنهم يتوجهون الآن لتحرير مدينة الشدادة. ونوه سلو بأن التحرير جاء بعد قطع خطوط الإمداد التي كان يحصل عليها التنظيم من الأراضي العراقية، نافيا وجود علاقة بين تحرير شنغال والهول بنفس اليوم. يوارى اليوم السبت جنازة اثنين من البشمركة اللذين فقدا حياتهما في معارك شنغال يوم الخميس في مقبرة الهلالية الجديدة بقامشلو. وجاء تأجيل استقبال ودفن جنازتي البشمركة شيرزاد محمد معصوم وأحمد بوزان إبراهيم لمنع الأسايش دخول الجنازة على حاجز نعمتية في مدخل مدينة قامشلو. وكان البشمركة الاثنين قد فقدا حياتهما في قرية جولات التابعة لقضاء شنغال أثناء مشاركتهما في معركة شنغال ضد تنظيم داعش. اعتصم مناصرو المجلس الوطني الكردي في شارع منير حبيب في تمام الساعة 3 من عصر يوم الجمعة بقامشلو. وجاء الاعتصام بحسب دعوة وزعتها المجالس المحلية 3 التابعة للمجلس الوطني الكردي في قامشلو، تنديدا بما اسموه الممارسات غير المدروسة للإدارة الذاتية ورفضا لأدلجة المناهج الكردية. وقد ألقى نائب سكرتير حزب يكيتي الكردي في سوريا حسن صالح كلمة أكد فيها على ضرورة التعاون بين المجلسين الكرديين والتفاهم بينهما. وأضاف صالح بأن المجلس سيستمر في اعتصاماته طالما استمر حزب الاتحاد الديمقراطي بما سماه التفرد بالقرارات. أكد مصدر مطلع أن 120 شخصا على الأقل قتلوا، وأصيب أكثر من 200 شخص آخر بينهم 80 في حالة خطرة في اعتداءات غير مسبوقة وقعت في باريس مساء أمس الجمعة، وذلك في حصيلة أولية. وأضافت مصادر أخرى قريبة من التحقيق أن السلطات قتلت 8 أشخاص شاركوا في الاعتداءات، بينهم 4 كانوا يحتجزون رهائن في مسرح باتلاكان بينما قتل 3 آخرون في استاد فرنسا الدولي، ومسلح آخر في جادة فولتير على مقربة من المسرح. وقالت المصادر أن حوالي 1500 متفرج كانوا موجودين في المسرح لحضور حفل موسيقي حينما احتجزهم 4 مسلحين يرتدون أحزمة ناسفة، وتمكن 3 مسلحين من تفجير أحزمتهم، فيما أطلقت النار على الرابع الذي سقط أرضا فانفجر حزامه بعد سقوطه. وفي حادث منفصل قالت الشرطة أن 3 مسلحين هاجموا محيط استاد فرنسا الدولي في ضواحي باريس، حيث كانت تجري مباراة ودية بين منتخبي فرنسا وألمانيا بكرة القدم ويحضرها الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند. كما أحصت الشرطة 3 عمليات إطلاق نار على الأقل، وربما 4 في محيط باتلاكان الدائرة 11 وشارع شارون الدائرة 10.
مستمعينا الأعزاء، نهاية الموجز. أشكركم على حسن الاستماع.